عايزه اتطلق بسبب ان حمام شقتي صغير جدا جدا وحرفيا ما بياخدش نفرين على بعض. وكمان انا اصلا يا جماعه غلطانه من البدايه ان انا وافقت على الجوازه دي. كان لازم ان انا من الاول ابقى مستته نفسي كده وعارفه ان الشقه بتاعتي واسعه وكمان حمامها واسع. ويا ريت بقى بجد لو كان فيها حمامين مش حمام واحد، يكون واحد كبير لينا وحمام كمان صغير للضيوف. وانا اللي غلطانه برضو من البدايه ان انا كنت بصدق جوزي ان احنا في يوم من الايام هنسيب الشقه ديت وناخد شقه اكبر وكمان يكون فيها حمام او حمامين كبار. بصوا بقى يا جماعه، ديت كانت مشكله متابعه عندي على الصفحه، قالت لي الكلام ده كله. طبعا انا قلت لها انت بتفكري ازاي؟ ما ينفعش خالص ان واحده تفكر اصلا بالتفكير ده. قلت لها طب بصي سيبيني ارد عليكي في فيديو. ما حبيتش خالص يا جماعه ان انا ارد عليها في المسج الخاصه، يعني قلت ارد عليها كده في الفيديو اقول لها ان الحمام مش يعني الجواز مش بحوار الحمام او التويليت. يعني يا جماعه سوري، بس انا قلت لكم الكلام اللي هي قالته نصا بمعنى الكلمه. حبيت ان انا اقول لكم كل حرف هي قالته عشان خاطر تبقوا عارفين هي قالت لي ايه بالظبط. المهم ان انا قلت لها ارد عليكي في الفيديو. بصي يا حبيبتي، الجواز مش بالشقه، مش بالتويليت، مش باي حاجه غير بالشخص اللي انت هتتجوزيه. وعايزه اقول لك كمان ان انت ممكن يكون حمام بيتك صغير جدا جدا بس تعرفي تعملي فيه اي لمسات من ايديكي انت، بتفكيرك انت. يعني مثلا ممكن تختاري حوض شكله حلو، التويليت نفسه يبقى شكله حلو. بصي انا كمان مصورالك التويليت عندي ليه، عشان خاطر اوريكي ان التويليت عندي اصلا صغير. يعني مش انا بس، ناس كتير جدا جدا، وفي كمان ناس التويليت عندهم اصغر من كده بكتير وانا اعرفهم شخصيا. بس الفكره في الرضا 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 الرضا. عايزه اقولك لو انت فعلا عندك رضا هتحبي حياتك، هتحبي عيشتك. مش منطقي خالص خالص اللي انت قلته لي ابدا دوت. عايزه اقولك ان كل اللي انت قلتيه دوت في ثواني اصلا ممكن يروح، وساعتها فعلا هتقولي دي كانت نعمه بين ايديا وانا ما حسيتش بيها خالص. عاوزاكي كمان تشوفي ان انا التويليت عندي ما فيهوش اي رفوف، لسه ما حطيتش ليه اي حاجه خالص ولا مرايه ولا اي حاجه، لان انا كنت ما لحقتش خالص اعمل اي حاجه على الجواز. فقلت ايه هاجلها. بعد كده لقيت ان التويليت عندي حبيت ان انا اخليه سيمبل، ما احطش فيه اي كراكيب او اي حاجه. يا دوبك بحط فيه الشامبو بتاعي انا وجوزي وابني، حمام الكريم، الحاجات اللي هي ايه اليوميه ديت. وباقي الحاجات عندي في التسريحه شايلاها، مخصصه ادراج للتسريحه كده بحط فيها حاجه الدش يعني وكده. حبيت بقى ان انا اعمل كده يا جماعه الروتين الاسبوعي بتاع التويليت، وفي نفس الوقت اصور اللي هي قالته، وفي نفس الوقت اوريها ان عادي جدا جدا، حاجه ما تعبكيش، حاجه ما تعبش جوزك خالص. وكمان مش معنى ان جوزك قالك ان شاء الله وقعد يوعدك بشقه اوسع او يكون فيها حمام اوسع زي ما انت عاوزه يا ستي، مش معناها ان هو مش هينفذ الكلام اللي هو قاله. انت شايفه يعني الظروف على الكل، فالله يكون في عونه وفي عون كل الرجاله بصراحه. فانت ما تحملوش فوق طاقته وما تضايقيش نفسك بحاجه زي كده، حاجه هايفه. ما تزعليش مني، حاجه يعني انا مش شايفاها بصراحه حاجه تخليكي تقولي عايزه اتطلق. يعني لا لا، بعد الشر عليكم من الطلاق وبعد الشر على كل واحده من فكره الطلاق. يا جماعه بعيدوا الفكره دي خالص خالص عن دماغكم واستعيذوا كده بالله. انا هنا بوريها بس في الاخر الحوض عندي انا حاطه عليه الحاجات دي وخلاص كده يعني. وبصوا انا مبسوطه جدا جدا بالتويليت بتاعي، وانا اللي مختاره فيه كل تفصيله بصراحه. فربنا يسعدكم ويهدي لكم حالكم ويسعدني ويهدي لي حالي يا رب انا كمان. وبس كده ويا رب تكون الفكره وصلت لك يا قمر. ولو عايزه تبعتيلي حاجه تاني على الخاص ابعتيلي وان شاء الله يا رب ربنا يهدي سرك وما تفكريش في الطلاق ده تاني ابدا ابدا. هنا بقى يا جماعه بوريكم الشامبوهات كده بتاعتي انا وجوزي وابني، وكمان بوريكم الهاند ووش والشاور جيل. دي الحاجات الاساسيه معايا بس كده يا حلوين.